اليوم أنا بالموصل بالدوام عسكري، فموجودة أبراج حراسة داير مداير الفوج، واكو بيت يم البرج الآنبي. ساعة بالأربعة العصر انفتح الباب مال هذا البيت، فطلعت بنية سبحان الله الخالق. طبعا هي صغيرة بالعمر، عمرها هيك 16-17 سنة، الشفة حمراء، العيون خضر، الشعر سلاسل من ذهب، طفلة الدماغ حيل. هي مسيحية اسمها رندة. صار تبادل بيني وبينها بالنظرات، أشرت لها صورتها بالموبايل، لا صارت الشغلة عادية. سحبت القلم بديت أكتب، فالموضوع صار عبارة عن تبادل بيني وبينها بالكلام. فقلت يا صغير ايش بيك وياي بايع؟ تقول ليش؟ ترى من انزل احضنك حيل واهرب من الجيش. فتقول لي تعبت نفسك حيل بنظرات العيون، تنزل علي شلون؟ قل لي انت مجنون. قلت لها انجنيت انا صدق من شوفت عيونك، حلوة وصغيرة عمر وخايف يحزونك. قالت لي ارجوك هذا الحدث قشمرت فيه العام، خلص الواجب وروح لفراشك ونام. قلت له شلون انام الليل؟ قال لي انت جاري، اتمنى تجيني بساعة وتطفي ناري. شلون اجيك بساعة وانتم حكومة، واللي يطب عسين يشقق هدومه. فقلت له كل الحكومة تروح فدوى لك يا تاج، القائد وآمر فوج وحراس الابراج. فتقول لي ارجوك كافة عبد خليني بحزاني، باكر يشيل الفوج وبسرعة الثاني. فقلت له خليه يشيل الفوج، بس انا ما انساك، لازم يدور الزمن ونتلاقى انا وياك. فتقول دار بيك الزمن مر بينا خل نشوفك، ولو صبت دموع العين سحبت جفوفك. فقلت له اجمع دموعك بدي فوقاهن دموعي، شمعات هواي انطفن اولهن شموعي. فتقول اخذ دموعك يا غالي واحطها لاقلامي، واكتب رسايل شوق واتذكر ايامي. فقلت لها مو بس حبر على الورق، مو بس حبر على الورق، دمعي يظل منثور، يرحم دول كل مرض ما حاجة للدكتور. فتقولي لو صار بيا مرض انت ترى تداوي، وقلبي فتحته لك لا تروح وتخلي. قلت لها ما اريد اطب على القلب، شايل الم واحزان، عيش بسعادة وهنا والبس ثياب الوان. فتقول طعم السعادة انغبت والله ما موجود، انزع هدوم الفرح والبس ثياب السود. فقلت لها ما بقى ساعة الزمن ونودع مناطقكم، وصدقيني والله القلب يشتاق بس لكم. فتقول ما تكفي ساعة الزمن، بيها انا صبر الروح، والجرح من يلك مهيج هواية جروح. قلت لها ما ظل علي وقت رايق صور تذكار، الطفل لهيب القلب مشتعل بيه النار. تقول لي ما تفيد هاي الصور، طفل القلب وياك، ابقى انا بلي قلب بس دون ما انساك. قلت لها قلبك صغير بعد ما يحمل الحسرات، بس قلبه شاف هموم وضاق المرارات. تقول لي ارجوك لب القلم يازيك تكتب بيه، يمكن خلص حبر افتح وشوف ايش بيه. قلت له حتى اذا خلص حبر بس فيه دمع وهموم، حتى اكتب لك رقم رمشي علي كل يوم. تقول رقمك حفظته يا غالي مو على الورق على الغيب، ابقى ادق واتصل لما افرغ الجيب. فقلت لها ان فرغ جيبي ترى ندز لك هوايه فلوس، ما نريد منك طمع بس الخدود نبوس. فتقول كاتم وسال الدمع انطينا عنوانك، ولو هجرونا صدق تلقيني باحضانك. الدار بيك الزمن تلقيني خيمه وبيت، انثر دموع الفرح ووزع الشكليت. بتقول يا غالي فراقك صعب رايق اتوسل بيك، ارجوك اجل السفر خل شوك نشبع بيك. شلون اجل السفر وانا طريق بعيد، امانة الله يا رندة ذكرينا بالعيد. بتقول يا عيد هذا اليمر اقضيه ون ولوم، وعلى فراقك يا علي لبكي واشق الثوب. اخيرا وليس اخرا، مثل اخر كلامي اودعك والله وياك، وهذا عنواني يا رندة وصدقيني ما انساك. شكرا.